شركة انفينكس بتعلن إنها حجزت مكانها بين الشركات الكبيرة لصناعة الموبايلات بالموبايل الرهيب اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو انفينكس زيرو ألترا. الموبايل ده مليان مميزات جبارة، أهم ميزة أقولها لك في آخر الفيديو. وكمان سعر الموبايل منافس جدا. تصميم الموبايل بسيط بس شكل الكاميرات الخلفية كبير شوية، وحجم الموبايل كبير ووزنه مش خفيف حوالي 213 جرام. أجمل حاجة معودان عليها انفينكس إن الشاشة بيكون حجمها كبير، واللي جاية بحجم 6.8 بوصة، وكمان من النوع أموليد وبدقة بكسلات كبيرة 387 بكسل للبوصة، وكمان البصمة مدمجة تحت الشاشة. ومش بس كده، كمان بمعدل تحديث 120 هرتز، يعني هتكون مميزة جدا في الألعاب. وكمان اللي هيساعد في كده إن معالج انفينكس زيرو ألترا بدقة 6 نانومتر، وهو من نوع ميديا تك دايمنستي 920، مع معالج رسومي مالي جي 68، واللي نتوقع ان اداؤه هيكون قوي جدا خاصة في الالعاب. وبكده انفينكس بتحذر المنافسين انها بتواكب احدث المعالجات الموجودة في العالم. وكمان الموبايل مدعوم ب 8 جيجا رام مع مساحة تخزينية 256. وزي ما قلنا من شوية الكاميرات الخلفية حجمها كبير، ولكن المميز في الكاميرا انها مصنوعة بدقة 200 ميجا بكسل، وده رقم كبير جدا بينافس اي شركة تانية. الكاميرا التانية هي الترا وايد بدقة 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.4. والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا وهي للعزل، وانا بصراحة بفضلها عن الماكرو لانها عملية عنها. طبعا كاميرا 200 ميجا بكسل دي يبقى الموبايل بيصور فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية. ونيجي للسيلفي، فهي كاميرا بدقة 32 ميجا بكسل، زائد كمان ان في فلاش بالنسبة للكاميرا السيلفي والكاميرا الخلفية. كنت متوقع ان الموبايل هيكون ببطارية ضخمة، ولكن البطارية بسعة 4500 ملي امبير بس. ولكن المفاجأة هنا ان الشاحن بقدرة 180 واط، وهي دي المفاجأة اللي انا بقولك عليها في اخر الفيديو. وان انفينكس بتقول انه بيشحن البطارية في 12 دقيقة بس، يعني ده من اسرع الموبايلات في العالم بالنسبة لسرعة الشحن. في كمان مميزات اضافية في انفينكس زيرو الترا، مثلا ان السماعات ستيريو مزدوجة مش سماعة واحدة بس، وبيدعم ال NFC وال 5G والبوصلة والدوران والتسارع، وطبعا منفذ الشحن جاي من نوع تايب سي. نيجي بقى للتسعير. سعر الموبايل في مصر حوالي 7700 جنيه، بيعادل 400 دولار أمريكي، يعني حوالي 1880 ريال سعودي. وأتوقع بمجرد ما أزمة الاستيراد تتحل في مصر هنشوف موبايلات جبارة سواء من انفينكس أو أي شركة تانية. ولو عايز تعرف اخبار الموبايلات اللي هتنزل مصر، اتأكد انك ضغطت على زرار الاشتراك في القناة، وشجعني بلايك للفيديو. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.